كنت نزلت فيديو بخصوص المصابين باضطراب ال ADHD. والسؤال تكرر كذا مرة انه طب ليش ما بتاخذ الدواء؟ تمام، لازم احكيها واحكي تجربتي. ادوية ال ADHD بتنقسم نوعين، في شيء منبه وفي شيء ما له منبه، بده وقت ليشتغل، بياخذ اسابيع. فاول شيء مشكلة اتوموكسيتين، يمكن اتوقع اتوموكسيتين اسم المادة الفعالة اللي هو غير منبه. المنبه بيصرفه بوصفة حمراء، انتبه، يعني هو من الادوية تحت الاشراف الطبي، ما بتنعطى مشان في بتسبب ادمان، بتسبب مشاكل. فانا ما بكل الاحوال هي الادويه اللي بتصحي انا ما باخذها. حتى احيانا اذا في بضطر لها بحاول اتجنبها لاخر احتمال، وانت لازم تكون هيك. اما الاتوموكسيتين هو دواء بيشتغل على النورا ادرينالين. هون مشكله هذه النوع من الادويه اللي بيشتغل بس على ناقل النورا ادرينالين، بتواجه فيها المشاكل التالية. إذا أخذتها صحيح أنت ببلش دماغك يهدى، لكن بتفقد شغلة مهمة اسمها الدافع. يعني أنا الدافع لإنجاز، الدافع، حتى الدافع للعملية الجنسية، إنه أنت يجيك يعني إنه تشتهي ما بيجيك. عرفت كيف؟ في أي شيء له علاقة بالدافع بتحس الدماغ بيقتله. فجربته لفترة، لذلك وقفته بعدها. وطبعا جربته لعدة شهور وكانت يعني تجربه سيئه. لكن هو انت كنفسيا اريح، بس شلون بدي اقول لك، بتحس مثل لا بيهش ولا بينش. عرفت كيف؟ ما بتعود عصبي، ما بتعود، بتصير كثير انسان ودود ولطيف. وانا ما بحب كون هيك، وانت اكيد ما حتحب تكون هيك، لازم تكون على طبيعتك. طيب، ما في دواء تاني؟ للامانه في دواء وانا ناطره، يعني انا بدي اخذه. اسمه سيمتريو اتوقع. اسم الماده الفعاله، ثواني اتاكد لكم منها. اسم الماده الفعاله سيناتا دافين، سيناتا نفادين. المهم بدك اكيد ما بتقدر تاخذه لحالك، لازم تراجع طبيب نفسي او طبيب عصبيه ايا كان. بس شو ميزت هذا الدواء الجديد اللي هو تصرح فيه هي السنه من الاف دي اي؟ السيمتريو ميزته بيشتغل على 3 نواقل عصبيه، على النورا ادرينالين وعلى السيروتونين وعلى الدوبامين. فهون ما بيلغي الدافع واعراضه الجانبيه اقل. ففكرة ال ADHD انه لها دواء، انا بنظري ما زال العلم متخلف انه يوجد الدواء الصحيح الا هذا العام 2026 لما عطوا دواء السيمتريو التصريح. ولا ننسى الادوية الثانية صار لها 20 سنة عم تتجرب على المرضى، بينما هذا الجديد السيمتريو لسه ما بنعرف. كمان ما حاخده اول ما ينزل على السوق، بدي استنى مثلا 6 شهور سنة. يعني مضيت من عمري 30 40 سنه وانا بهالحاله، ما وقفت، بستنى لي سنه ولا سنتين. هي الفكره منها انك ترتاح، مخك يرتاح، ما تعود تنشغل بشيء. هي نقطه جدا مهمه. بس هي فكره ليش ما اخذت دواء للاي دي اتش دي. هذا الشيء يمكن لخير اني انا ما اخذ، او يمكن ما اكتشفوه اهلي انا وصغير. والافضل بهي الحاله بالاي دي اتش دي انه المجتمع حواليك يعرف، مشان يعرف كيف يتعامل معك ويحترم قدراتك وبنفس الوقت يتحملك. بس هي فلازم من المدرسه يتم التوعيه بهذا الامر. والله يا ريت المدارس تعمل جولات وياخذوا الاساتذه يكتبوا تقارير بالطلاب اللي عندهم، مو تقارير لابو حيدر جويه، تقارير تنحفظ بملفهم على حالتهم انه هن عندهم ADHD. وبس هي ببساطه بدها شغل من وزاره التربيه على الاطفال، لانه مريض الاي دي اتش دي مثلا انا هيك بتذكر انه لما قرات عنه انه لازم الولد ينحط بالصف بالكرسي الاول مثلا. المدرس او المدرسه يتعلموا انه يرتب هي هون هي هون، كل ما هي ترجع تقومه حتى تعطيه سيستم. ما بعرف، ما بدخل بتفاصيل، يعني انا ما بدي، بس عم بحكي لك انه لازم انت شو تحط ببالك وتسال اهل الاختصاص. اما الدواء برايي ليس هو الحل. كل التحيه لكم.